بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة، وفي حياته قسم مكة الأغلبية ما آمنوا به، مع اللي جاء بدين التوحيد ودين اللي ينفع الإنسانات. وأهل مكة كي يعرفون إبراهيم عليه السلام وكي يعرفون الأنبياء سمعوا بين، وهن دين إن كان واحد ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يجي لذهننا سؤال: كيف ما آمنوا؟ قي ما آمنوا بيه؟ فيهم كم نقطة نتونس فيها. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقول هاي عملكن شركوي، تعبدون هالأصنام شركوي، أنتن وهالأصنام إذا بقيتن على عقيدتكن تتروحون لجهنم. من هالسبب كي يتعاجزون من هالقول، من هاي الشيء كي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكي يقولون نحن أباتنا أيش أرينا يسوون، نحن عيني شي نسوي، أو أجدادنا يعني هن أريناهن يعبدون الأصنام، نحن لازم نعبد. في سورة المائدة الله عز وجل يقول بمعنى الآية: وإذا أباتن أو أجدادن يعني ما كانوا على حق، شيء يقتدمون على هالطريق. يعني الآية تقلن إنه فكروا أنتم طريقكن غلط، إذا أباكن كان طريقكم غلط انتم على عيني طريق غلط تروحون. والقرآن آيات القرآن شيء كيسون ظلم، شيء كيسون حقزية هونك في مكة للضعفاء. الآيات كتجيب بحثا، مثال كتقول لا تأكلوا حق اليتيم، أو لا تظلمون الضعيف، أو لا تقتلون بناتكم بسبب أنه الرزق تقل في سببا. وهاي ما كيحبون لما الرسول صلى الله عليه وسلم كي يحكين هالشي كي يتعاجزون. والأغلبية ما كي يأمنون بالآخرين، كي يقولون هالحياة بس نحن تنعيش ونموت. لما مو يأمنون بالآخرين مو يفكرون إنه في حساب. إذا ظلم وما في أحد يمنعه من هاك الظلم، كي يفتكر إنه بعد يموت شيء لسوا أحد مو يجره للحساب. وما كيريدون يكونون مع هاوك لني أنقص منهم، مثلا اللي كيشغلون في بيوتن بالتركي نقلن كلا العبد. ما كيريدون يكونون في عيني سوية، أكل تكون واحد، شرب تكون واحد، أو في الصلاة تقومون معا في عيني صاف، أو كما بلال الحبشي تسير بعد مؤذن ويفوت لقدام. كما لا نعرف في الإسلام العزة بالدين وبالتقوى، هاي ما كانت تجي الحسيبا. وحتى كانت عندنا تعصب الجاهلية، نقوله تعصب العشيرة أو القبائل. مثال أبو جهل لما انطلع في التاريخ قيمة آمن، كي يقول هو من قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم من قريش، بس كل واحد من غير فرع. كي يقول نحن وأولاد عبد مناف ما بعضنا نسابق، هن يعطون نحن نعطي، هن يعزون الفقاري ونحن نعز الفقاري. بس لما جينا نصل لعين سوية، هن طلع من واحد قال أنا جالي الوحي، يقول كيف تنسير بسويتن، كيف تنلحقن بقى من هاجي أنا مو آمن. لهالسبب أبو جهل ما آمن. ومن ذلك يقولون القرآن ممكن يكون حق، ممكن يكون وحي، بس مو تتجي لواحد يتيم، تتجي لواحد مال مقدنا، أو لموي سلطان ويحكم على الناس. كيف تتجي لمحمد؟ من هالسبب من ما كيأمنون. حتى وليد بن مغيرة يروي يقول كيف أنا رئيس قبيلة قريش رئيس وأنا أبقى الخلف والوحي يجي لمحمد. من هالسبب ما رادوا يخربون هاك حياة كان الشيطان يغرم بيها. إذا كان آمنوا كي
كيزا تتبعون الإسلام وكيزا تعزون الفقير ويعزون اليتيم ومو ياكلون حقه ومو يظلمون النساء ومو يظلمون بعضا. ما قبلوا ما رضيوا بهالحياة وما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نزدي ماتوا على دينا. وإن شاء الله في حلقة القادمة تنحكي نداوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.